السلام عليكم. لو وصلت لهنا فانا حابب افكرك ان احنا كنا بادئين نعمل حاجه شبه ده، وفعلا احنا دلوقتي وصلنا لملامح قريبه منها، بل بالعكس باستخدام البي ار بقى الشكل احلى. فاللي عايز اقوله ان التعلم باور حاجه قويه. لكن انت بتتعلم حاجه ورا حاجه، مش بتتعلم كل حاجه مره واحده. فزمان كنت ببص للناس بشوف بقول ازاي هم وصلوا للاكسبيرينس دي، وصلوا للخبره دي. اللي اتعلمته ان هم وصلوا للكلام ده مع الوقت، مع الوقت والمجهود والمثابره والانتظام. فده انا حابب اقوله لك، انت ممكن بعد فتره توصل لحاجه تغير حياتك، وممكن انت تستسلم في اي وقت وتصاب باحباطات او تسمع كلام اي ناس سلبيين وخلاص مش هتعمل حاجه. بس فحبيت بس انبهك عن الفرق اللي احنا وصلنا له دلوقتي، ما بين ان انت في الاول لما بصيت لده ما كنتش فاهم اي حاجه، وما بين ان انت دلوقتي اول ما تبص للكود ده انا متاكد ان انت فاهم كل حاجه، متاكد انت فاهم ايه ده وده معمول ازاي، ده ايه ده بيروح فين، انا متاكد ان انت فاهم الكلام ده. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كذا حاجه جديده. هنتكلم عن اختار بلدك، مصر هي امي. طيب هتختار ان احنا مثلا ان انت تديله اوبشن ان هو يختار اكتر من حاجه، مصر، السعوديه، الامارات، اخرى. ما مدى رضاك عن خدماتنا او عن الكورس، فانت بتختار مثلا ما بين 1 ل 100 وانت عارف هتختار ايه بالظبط. نبذة عنك هنا، هو تكست بس كبير شوية، يعني انت مش تكست اللي هو تكست صغير، لا انت ده بتخلي الواحد يرحرح فيه، يعبر عن نفسه، يتكلم براحته. هنتكلم عن الثلاثة دول. اول حاجة هناخدها دي متكونة من حاجتين، بغض النظر عن الليبل، احنا الليبل خلاص، الليبل طبعا دي متكونة من حاجتين. لما اجي هنا افتح، يعني زي ما انتم شايفين فتحت كده، انا عندي حاجتين لازم اتكلم فيهم. عندي المكان اللي هو بيختار منه نفسه، وعندي الاختيارات. المكان اللي انا هنا بقول له انا عايز مكان الناس هتختار منه، وعندي الاختيارات نفسها. كويس جدا. ده هنعمله ازاي؟ خلينا ناخد الاليمنت ده نفصله. يبقى زي ما اتفقنا انا عندي ده المكان ده اللي بقول له ان الناس هتختار منه، وعندي الخيارات. ده بيتعمل ازاي؟ بكل بساطة خلونا هنا نروح بعد الهوايات، نعمل 2 بريك لاين، وهقول له select بالشكل ده. select ده انا بقول له ان انا عايز مكان الناس هتختار منه، مكان الناس هتختار منه. ايه بقى هي الخيارات؟ الخيارات اللي عندي، الخيارات خيار يعني خيار يعني اوبشن بالانجليزي، هي نفس الفكره، elements و option بالشكل ده. وبحط فيه القيمه، هنا هقول له مصر مثلا. طيب خلونا نفصص الموضوع اكتر. select، خلونا هنا نحط الليبل علشان نخلص منه. الليبل اختار دولة. طيب select هنا انا بقول له ان انا عايز ان المستخدم يختار من اكتر من خيار، بس بقول له كده، لكن ايه الخيارات نفسها هي اوبشن. طيب هو اكيد لما بيختار بيبقى اختار حاجه معينه، يعني اختار مصر، انا عايز ابعت للباك اند اقول له ان هو في الفاليو دي اختار مصر، يبقى هي برضو ليها فاليو يعني، بس هنا هخليها ايجيبت عشان الدايركشن وكده. يبقى هي ليها فاليو، يبقى كل اوبشن الاوبشن اللي هيختاره نفسه ليه فاليو، حتى ان السلكت نفسه ليه نيم. السلكت هو اللي هيتبات في الاخر، الخيار ده ليه اسم. انا اقول له مثلا اختار الدوله، يبقى انا هنا عندي حاجه اسمها خيارات اختار الدوله، جواها اختار مصر، يبقى الخيار نفسه اسمه تشوز كانتري مثلا، وبعد كده مصر كاوبشن. طيب هنا نيم، هقول له ان النيم كانتري مثلا، كانتري بالشكل ده، مصر، السعوديه. طيب زي ما انتم شايفين لما عملنا ريلود هنا، انا عندي اختار الدوله ليبل عادي جدا، لكن عندي هنا عندي مصر، عندي السعوديه، عندي الاردن، عندي فلسطين. فهنا انت عندك سيلكت جواه اوبشنز مختلفه. كويس، حلو قوي. طيب ان شاء الله دي تكون واضحه. انا عندي سيلكت نفسه، بقول انا عايز ادي اليوزر امكانيه ان هو يختار اكتر من حاجه، ده اسمه سيلكت. الاوبشنز بقى الاختيارات اللي هو ممكن ان هو يختار منها، والاوبشنز نفسها ليها فاليو، بحيث ان الاختيار اللي هيختاره هو اللي هنبعته للباك اند، لكن النيم بتاع السيلكت هو ده هيبقى الاسم بتاع الانبوت ده، زي ما يكون انبوت اللي هيروح للباك اند يقولوا ان الكانتري الفاليو بتاعتها كانت الاختيار اللي المستخدم اختاره. يا رب السلكت يكون واضح. طيب دلوقتي خلونا نتكلم عن ما مدى رضاك عن خدماتنا. ما مدى رضاك عن خدماتنا هي عباره عن ايه؟ عن انبوت انت بتختار رينج ما بين الى، فهنا رينج زي بروجريس بار انت بتختار منه، والقيمه اللي انت بتختارها برضو او اللي بتقف عندها بتتبعت للباك اند زي ما عملنا. طيب هنا بتتعمل ازاي الليبل؟
هقول له ما مدى رضاك عن خدماتنا بالشكل ده. الانبوت تايب رينج بالشكل ده رينج. خلونا نعمل ريلود كده ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين هو اداني رينج فعلا، اداني بروجرس اقدر ان انا اختار منه. انبوت تايب رينج عادي جدا مفيهوش اي حاجه. خلونا نعمل بي ار علشان تخلي الشكل احسن. طيب عندنا قلنا ان احنا كمان هنتكلم عن نبذه عنك. نبذه عنك هو هنا انبوت بس كبير شويه، بس هو في الحقيقه مش انبوت. طيب هو انبوت كفكره، لكن هو مش انبوت كاليمنت. طيب هنا بي ار ننزل سطرين الليبل وهنقول له نبذه عنك. علشان اديله مساحه ان هو يكتب حاجه كبيره بستخدم حاجه اسمها تكست اليمنت اسمه تكست اريا. تكست اريا مساحه للكتابه مثلا. ريلود زي ما انتم شايفين اداني مساحه كبيره شويه، واقدر هنا ان انا اكبرها، المستخدم يكبرها، ودي هنعرف ازاي نلغيها. وزي ما انتم شايفين هو هنا هي كبيره شويه، فهو هنا عنده اتريبيوت اسمه روز. لو ادينا لها مثلا 5 ريلود هتلاقي ان هو بيكبر عنده روز وكولومز. طيب هننزل التكست اريا بالشكل ده. طيب هنراجع سريعا على اللي اتكلمنا عنه. انا عندي سيلكت، السيلكت اليمنت سيلكت بيكون جواه اوبشنز مختلفه. ما مدى رضاك عن خدماتنا هي رينج، بتختار رينج ما بين الى، وهنتكلم ازاي نحدد الرينج ده. نبذه عنك مجرد تكست اريا عادي جدا، حاجه اليمنت اسمه تكست اريا معذره، وليه نيم عادي، يعني ليه نيم بيتبعت بيه عادي جدا. هنا في التكست اريا ليه نيم بيتبعت للباك اند عادي. فيا رب ان هم يكونوا واضحين السلكت والرينج والتكست اريا، ويكونوا ان شاء الله مفهومين. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي.